وصفتي المفضله لانجح واطرى واهش وصفه كوب كيك ممكن تجربوها. سهله جدا وطعمها خطير، هتحضروها سريعا في الخلاط في 5 دقايق بس من غير مضرب كهرباء، وبحبتين 2 بس من البيض. في الخلاط هضيف حبتين من البيض، معلقه صغيره من الفانيليا، كوبايه الا ربع من السكر، ونص كوبايه سمنه على زيت، يعني تقريبا تلت كوبايه زيت، ومعلقه كبيره مليانه من السمنه. هنضرب كل دول في الخلاط لمده دقيقه واحده بس، وبعد كده ناخد الخليط ده في طبق ونزود عليه كوبايه من الدقيق الفاخر جميع الاغراض، وعليها رشه ملح ومعلقه ونص صغيره من البيكنج باودر. هنقلب كده بمضرب يدوي لمده دقيقه بس الخليط كله يتجانس، وبعد كده نزود اخر مكون اللي هو نص كوبايه من الحليب المغلي، نص كوبايه حليب سخنه كده من على النار، ونضيفها ونقلب بس لمده دقيقه، وكده يبقى عندنا خليط الكب كيك جاهز على طول للخبز. عندي بقى قالب الكب كيك سكنت فيه الورق ده اللي انا هخبز فيه، وبعد كده هبتدي اصب فيه خليط الكب كيك، وهاخد القالب بتاعي واخبزه في فرن ساخن على حراره 180 الرف الاوسط لمده 20 دقيقه. 20 دقيقه بس، وهتلاقوه اخد لون يجنن من فوق ولون ذهبي كمان من تحت، واخد تسويه مظبوطه جدا. شايفين الجمال؟ بجد لونه تحفه وطعمه يجنن وريحته كانت قلب البيت. دي بجد احلى وانجح واضمن وصفه كوب كيك، كل مره تجربوها هتطلع معاكم ناجحه بنفس الطريقه. جربوها وانا متاكده هتعجبكم قوي. الكميه اللي انا حضرتها في الفيديو ده عملت لي 12 قطعه من الكوب كيك بالحجم الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي باسم سولا الشافعي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.